قال لي تحب التقرير الجاي يكون عن ايه؟ بص يا إيهاب، الزمن ده زي ما انت شايف تحس ان الستات اتهبلت، دي تطلع تقتل جوزها، دي تقتل مش عارف مين، وحواراتهم كترت قوي. فاحنا عايزين نعمل تقرير او مقالة عن الستات اللي زيهم. يعني ايه؟ عايز نجيب لك ست بتقتل وكده واحكي لك قصتها يعني؟ بالظبط كده، هستلمه منك على اخر الاسبوع. اوكي ماشي خلاص تمام، ان شاء الله اخر الاسبوع هيكون التقرير عندك. كنت لسه همشي لكن لقيته بيقول لي لو عايز تمشي إيهاب دلوقتي عشان تروح البيت ويكون عندك وقت تجمع كل المعلومات مفيش مشاكل، امشي ومش هيتخصم لك. بصراحة أنا وافقت، حد يجي له عرض زي ده ويفوته؟ المهم مشيت ورحت على عم فكري، لقيته كان بيسقي الزرع اللي قدام المحل بتاعه. عم فكري بعد ما طلع على المعاش راح فتح محل تصليح ساعات، لأنه من صغره وهو بيحب الساعات وبيحب يصلحها. رحت له قلت له ايه يا عم فكري عامل ايه؟ قال لي وهو مبتسم الحمد لله يا ابني، انت عامل ايه؟ واخبار التقرير اللي انت كتبته فرحني، عجب الناس؟ ياه يا عم فكري، ده انا خدت مكافأة من رئيس التحرير على التقرير ده، الناس كلها فرحانة بيه يا عم فكري. حلو ده، ليا النص في المكافأة دي؟ يا سلام، عينيا الاتنين يا عم فكري. لا يا حبيبي بهزر معاك، المهم بس ان الناس تحبه. اهي الناس حبته. دلوقتي احنا عايزين تقرير عن الستات. ستات؟ ستات ايه يا ابني؟ يعني هتكتب تقرير عن الست وفاء جارتنا ولا ايه؟ لا يا عم فكري مش القصد، انا قصدي يعني نكتب عن الستات اللي بتقتل جوازهم وكده. ستات دي دول هيخشوا جهنم حتف. تعالى بقى شدلك كرسي واعمل لنا كوبايتين شاي كده وابدأ احكي لك عن ساحرة يوركشاير الجشعة. هو مفيش من مصر ولا ايه؟ بص، هنبدأ الأول بالساحرة دي، وبعدها الوحش الجميل إيرما جريس، وبعد كده مصاص الدماء برشلونة، وهتبقى النهاية في سوريا. بس المهم قوم اعمل لنا كوبايتين شاي. قمت وعملت كوبايتين الشاي وقعدت اتكلم انا وعم فكري، وقال بص يا إيهاب، في القرون الوسطى كانت أغلبية الناس بتعاني من الجهل والفقر، وده خلاهم فريسة لكتير من الدجالين والنصابين، وكانت الناس للأسف أغلبيتها بتصدق كلامهم، وده خلى الطبقة الأغنى منهم يروحوا للدجالين دول لغرض المباركة بقى، لو ابنهم لسه مولود أو حاجة شبه كده يعني من الحاجات دي. اللي معانا يا ابني واحدة قدرت تخدع عدد كبير جدا من الناس وتوهمهم انها بتتواصل مع الارواح وتعرف المستقبل. كلامنا هيكون عن ساحرة مدينة يوركشاير، السيدة ماري بيتمان. اتولدت ماري في مزرعة موجودة في شمال مدينة يوركشاير سنة 1768. عيلتها كانت من الطبقة اللي تحت المتوسطة، وكانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يوفروا كل احتياجات ماري، لكن كان عندها عيب او خلينا نقول مرض، مش مرض عضوي لأ، دي كانت بتعاني من مرض السرقة وهي صغيرة. كانت اي حاجة قدامها بتسرقها، وكانت عيلتها بتلاحظ ده، لكن ما كانش فيه الجد او الحزم في التعامل معاها. اول ما ماري وصل سنها 12 سنة راحت اشتغلت في البيوت كخدامة، وطبعا كان جواها حب السرقة اللي زاد جدا مع الوقت، وبقت أي حاجة تسرقها، واتمسكت كذا مرة، وكل شوية صحاب البيت يطردوها لحد ما بقت سمعتها سيئة جدا، وده خلاها متعرفش تشتغل في المدينة. وفي أواخر التمانينات سافرت من يوركشاير لحد مدينة ليدز، وهناك بدأت حياة جديدة. اشتغلت خياطة، واللي جابت لها يا ابني الشغل ده كانت واحدة صاحبة أمها. وفي سنة 1792 اتجوزت صانع عجلات اسمه جون بيت، اللي كان عكسها تماما، وكان راجل أمين وكل الناس بتحبه. هو كان عارف انه متجوز واحدة شريرة، ولكن كان بيحبها. بعد كده بدأت تدور على كذا طريقة عشان تسرق فلوس أكتر، لحد ما قالت للناس إنها وسيطة روحانية، وإنها على اتصال وتواصل بروح اسمها بلاف. ولأن الجهل في الوقت ده كان منتشر بنسبة كبيرة، وإن أغلبية الناس لما تقول لهم على حاجة بيصدقوها، الناس كانت بتجري على بيتها عشان يعرفوا المستقبل وكده، لحد ما اسمها كبر وإنها عرافة كبيرة بتتنبأ بالمستقبل،
وعندها جرعات سحرية بتشفي الأمراض، وإنها بتحل أي مشكلة مهما كانت كبيرة أو صعبة. ماري يا ابني ما هديتش، لا ده الجشع كان بيجري في دمها، كل ما يجيلها فلوس تبقى عايزة تاني وأكتر وأكتر، بطنها مش بتشبع. شفت اللي بيتقال عليهم دي واحدة جعانة؟ هي دي زيها بالظبط، مفيش حاجة بتملى عينيها وماشية مبدأ البحر يحب الزيادة. كانت شايفة طول الوقت إن اللي بتعمله ده ضياع وقت، مع العلم إن الشغلانة دي كانت بتدخلها فلوس كتير جدا بجانب شغلها كخياطة، وبسبب إن الجشع عماها دخلت في سكة القتل. قلت له أنا مستغرب إزاي ده يا عم فكري، قتلت مين يعني؟ هحكي لك دلوقتي. في سنة 1803 ماري عملت صحوبية ما بينها وما بين 3 ستات من عيلة اسمها كيتشن، ولكن الصحوبية دي ما كانتش بحسن نية، لا ده بسبب إنها كانت عايزة تسرقه، إنهم كان عندهم محل قماش كبير، ده غير طبعا المجوهرات اللي كانت عندهم، وده خلى الطمع والجشع يعموا ماري. وفي يوم واحدة من الستات تعبت لسبب مجهول، فماري على طول عملت لها دواء وادته لها، ولكن ده ما كانش دواء، ده كان سم وقضى عليها. ومش بس كده، دي كمان سممت الاتنين التانيين واستولت على كل اللي عندهم. وعشان تبعد عنها اي شك قالت للناس ان الطاعون هو اللي قتلهم، لان الطاعون في الوقت ده ما كانش ليه علاج. المشكلة ان الناس اقتنعت بكلام ماري، ولكن استغربوا ان كل المجوهرات بتاعت ال3 ستات اختفوا. ومش بس كده، ده اغلبية اللي بيمتلكوه من فلوس بقى وقماش والكلام ده كله اختفى واتسرق. ولكن الناس ما شكتش في ماري. ومش بس كده، ده الجشع ما وقفش لحد هنا. سنة 1806 قالت ان في نبي جالها وعرفها نهاية العالم هتكون امتى، وكمان قالت للناس ان عندها معجزة النبي ده اداها لها، وهي البيض المبروك، ان الفرخة بتاعتها بتبيض بيض بيكون مكتوب عليه المسيح قادم. الناس من كتر الجهل جريت على بيت ماري عشان يشتروا البيض ده، وطبعا عملت فلوس من ورا الموضوع ده كتير قوي. بس مش كل الناس صدقت الموضوع الحمد لله. الدكتور اللي كان موجود في البلد بدأ يحذر الناس ان ماري بتخدعهم وبتسرق فلوسهم، ولكن مفيش حد سمع له لحد ما بدأ يراقبها من بعيد واكتشف السر، ان ماري بتجيب البيضة وتبدأ تكتب عليها بحبر حمضي وترجعها تاني في قفص الفراخ. والدكتور ده فضحها، وماري ساعتها اتقبض عليها، ولكن بخدعة صغيرة قدرت انها تمشي من السجن وفضلت مكملة في الطريق بتاعها. وفي سنة 1806 جالها زوجين اسمهم ويليام وريبيكا بيرجو. الزوج اشتكى لماري ان مراته عندها مشاكل عصبية، وقال لها ان الناس قالت له ان ده مس شيطاني، وعشان كده هم جم عندها عشان تشفيهم. ماري وافقت وقالت ان هي هتتواصل مع الروح بلاث، والروح هتقول لماري هم يعملوا ايه. بدأت ماري في طلب فلوس كتير قوي وذهب وفضة، وكانت دايما بتتحجج ان الروح هي اللي بتطلب ده، وفي المقابل كانت بتديهم ازايز فيها جرعات سحرية، وكانت دايما بتبعت لهم رسائل وتقول لهم بعد ما تقروا الرسائل دي احرقوها عشان الارواح الشيطانية ما تقراش الرسالة دي. بعد كده قالت لهم ان هم هيجيلهم مرض غامض في الشهر اللي جاي. الزوجين كانوا مصدقينها في كل كلمة هي بتقولها، وبعتوا لها فلوس كتير قوي عشان تعمل لهم دواء او علاج يبعد عنهم المرض ده. فبعتت لهم العلاج وكان على شكل مسحوق، وقالت لهم ان هم ياخدوا العلاج ده مع نوع معين من الحلويات، وان محدش غيرهم يتشارك في الدواء ده، وان مهما حسوا بألم او وجع ما يبلغوش الدكتور نهائيا عشان ده هيبطل مفعول المسحوق. الزوجين صدقوا كلامها ونفذوه زي ما قالت، وهما بياكلوا بدأوا يحسوا بألم وتعب ما بيتوصفش، وانهم اضطروا يبلغوا الدكتور. وفي يوم 24 مايو سنة 1807 مرات ويليام ماتت. اتكلم ويليام وقال انه كان قاعد بيتعشى هو ومراته من الحلويات وعليها المسحوق السحري. فجأة بدأت تجيله حالة إعياء شديدة وما قدرش يكمل غير نص الحلويات بس، لكن مراته كلتها كلها على أمل إنها تتحسن، وعشان كده مراته ما استحملتش وماتت. ومش بس كده، المضحك في الموضوع إن بعد كل ده ماري أقنعت ويليام إنها تقدر تخليه يتواصل مع مراته في الأحلام، وإنها تبعت له إزازة فيها مسحوق، ده يخليه يروح في عالم الأحلام ويتواصل مع مراته. والراجل صدقها برضه. قلت له أنا بضحك، ده إيه الراجل ده يا عم فكري؟ الموضوع ده مع إنه يضحك بس للأسف يزعلك،
إن في واحدة قدرت تضحك على الناس بسبب جهلهم. الجهل وحش يا ابني، إنك تبقى قاعد زي الأطرش في الزفة مش عارف اللي بيتعمل حواليك، وإنك مش فاهم حاجة وماشي ورا القطيع، وده يحركك شوية وده يلعب بيك شوية، وده أوحش شعور أنت ممكن تحسه يا ابني. طب وليه الناس ما تساعدش بعض يا عم فكري؟ ليه لازم نستغل بعض؟ لأن دي بقت طبيعة الناس يا ابني. أنت في غابة مش في دنيا، الناس بتاكل في بعض وكل واحد بيفرض سيطرته على التاني. نصيحتي ليك، اوعى تتعامل بطيبة قلب أو بحسن نية في الزمن ده. حرص ولا تخون يا ابني، الزمن ده بيلعبوا فيه على الطيبين اللي زيي وزيك. الخير اختفى من قلوبهم وبقوا زي الديابة اللي بتنهش في بعض. وزمان يا عم فكري على أيامك كده ما كانش فيه برضه زي ما بتحكي؟ في زمني وزمن أبوك كان فيه برضه، لكن مش بنفس الكمية ولا الشر ده، يعني كان على خفيف. لكن في الزمن ده أنا مبقيتش أصدق غير أقرب الأقربين اللي أنت منهم يا ابني. غير كده مش بتعامل بحسن نية غير لما أشوف اللي قدامي هيتعامل معايا إزاي. أكمل لك يا ابني. فضل الزوج يبعت لها فلوس وهي تديله المسحوق، وطبعا مش بيعرف يتواصل مع مراته لحد ما حس الحمد لله إنه كان بيتعرض للنصب طول الفترة دي، وراح اشتكى للشرطة وقال لهم كل اللي حصل. وفي الآخر اتقبض على ماري، وفي سنة 1808 بدأت محاكمتها اللي أنكرت فيها كل التهم المتوجهة ليها، وإنها ما بعتتش السم لأي حد، وإن كل ده كان علاج عشان يشفي الناس. الناس كانت هتصدقها برضه، وشوية من الناس بدأوا يقتنعوا بكلامها، لكن بدأ الناس يخشوا المحاكمة ويقولوا للقاضي إن هم تعرضوا للنصب على إيد ماري. وده خلى الناس يفتكر موت ال3 ستات من عيلة كيتشن، وما كانوش مستبعدين إن ماري هي السبب في موتهم. والدكتور خد عينة من دم ريبيكا مرات ويليام، والعينة كانت فيها مواد من الزئبق اللي كانت بتدل على التسمم. والشرطة لما فتشت بيت ماري لقت إزازة فيها نفس اللي موجود من عينة الدم دي. هيئة المحلفين أصدرت حكم على ماري إنها مذنبة، فماري طلبت منهم الرحمة، ولكن القاضي رد عليها إن اللي عملتيه ده كان كفيل يخلي أبواب الرحمة تتقفل في وشك. ولما حست إنها تتزنق وإن خلاص ملهاش مفر، بدأت تصرخ وتقول لهم أنا حامل، عشان هي كانت مفكرة إنهم هيخففوا العقوبة عليها أو يلغوا حكم الإعدام. ولكن عملوا لها اختبار حمل واتأكدوا إن مفيهاش حاجة. في 20 مارس سنة 1809 اتجمع الناس حوالين حبل المشنقة مستنيين يشوفوا ماري اللي لحد آخر لحظة كانت بتقول إنها بريئة وبتنكر كل التهم اللي عليها. والناس اللي كانوا بيأيدوها والمخدوعين فيها كانوا مفكرين إنها مش هتموت، وإن معجزة من معجزاتها هتنقذها، ولكنها ماتت قدام عينيهم. بعد الإعدام تم نقل الجثة لدار جنائز ليدز، واتجمع برضو نفس الناس وهم مقتنعين إنها ست خارقة وإنها مش بتموت وفي حاجة هتحصل وهترجع تعيش تاني. وعشان كده السلطات في الوقت ده أصدرت أمر بعرض جثتها على 2 ستات، وبعد كده تم تشريح جثة ماري وتقطيعها وبيعها للي كان يحتفظ بتذكار ليها، وتم سلخ جلدها واستعملوه في تغليف الكتب، واحتفظوا بهيكلها في مخزن جامعة ليدز للآثار. وهي دي يا ابني كانت حكاية ساحرة يوركشاير البشعة. ياه، دي ست شيطان. مين دي طيبة على اللي انت هتسمعه دلوقتي. الحكاية اللي معانا بعد كده عن واحدة كان لقبها الوحش الجميل. إيرما جريس اتولدت سنة 1923 في مدينة ميلكنبورغ. أبوها كان اسمه أدولف جريس، وهو عامل ألبان بسيط ورب أسرة كبيرة. سنة 1938 إيرما كانت سابت المدرسة وهي ما كانتش كملت 15 سنة. كان في كذا سبب لكده، زي ضيق الحل بيهم، وإنها عايزة تمشي من البيت بعد ما أمها بيرتا انتحرت سنة 1936 بسبب اكتشافها لخيانة جوزها ليها. وإيرما كانت من النوع الهادي المسالم اللي لو حصل أي خناقة ما بين أبوها وأمها كانت بتسيب البيت وتقعد بره. لما سابت المدرسة اشتغلت شوية في مزرعة لمدة 6 شهور، بعدين اشتغلت في محل
وبعد كده اشتغلت في مستشفى لمدة 2 سنين، وفي المرحلة دي أعلنت انتمائها للحزب النازي. وفي سنة 1942 دخلت في منظمة اتحاد الستات النازيات. في الأول كانت بتشتغل في شغل يدوي، وبعد كده راحت اشتغلت سجانة في كذا سجن، وده بسبب انتمائها وحبها الشديد للحزب النازي. لما اشتغلت سجانة بدأت شخصيتها تتغير، جو الهدوء والمسالمة ده مبقاش موجود، والمساجين طلعوا عليها وقتها أسامي كتير زي ملاك الموت والشيطان الأشقر والوحش الجميل، وطلعوا عليها الكلام ده بسبب تعذيبها الشديد للمساجين، وإنها بتتفنن في التخلص منهم بأبشع الطرق. في سنة 1943 ودوها لمعسكر اعتقال معين كده، وبسبب إنها بتشتغل بالذمة زي ما بنقول اترقت لرتبة أعلى، وهي ما كانتش كملت 20 سنة. إرما كانت مسؤولة عن 30,000 ست معتقل، وكانت بتحب تلبس دايما الجزم اللي هي من النوع التقيل ده، ودايما معاها كرباج، ده غير المسدس اللي في جنبها. وتعرف إنها بتلاقي متعة غير عادية في ضرب وتعذيب الستات. الشهود قالوا إنها كانت بتجوع كلابها جدا لحد ما تطلعهم مرة واحدة على المساجين، واتقال كمان إنها دفنت ستات وهم على قيد الحياة. وفي سنة 1945 اتنقلت إرما لمعتقل تاني، بس اللي حصل وفي نفس السنة دي دول الحلفاء قرروا إن هم يهزموا ألمانيا، ودخلت القوات البريطانية المعتقل وحررت كل المساجين، واعتقلت الضباط والعساكر اللي كان من ضمنهم إرما. وبعد كده القوات البريطانية عملت محاكمة لكل الضباط والعساكر، واتحكم على 3 منهم بالموت، وكان من ضمنهم إرما. وكان العسكري اللي واقف على زنزانتها بيقول إن ليلة إعدامها كان عندها ثبات وهدوء مش طبيعيين، وكانت بتغني النشيد النازي بصوت عالي، وتنفذ فيها حكم الإعدام في سنة 1945. قلت له أنا مصدوم، يا لهوي دي شيطان بجد. برضه هيقول لي شيطان؟ طب تخيل دي عملت كل ده، بس هي في الآخر عملت حاجة بسيطة جدا عن اللي معانا بقى في الآخر. آخر واحدة معانا مصاص الدماء برشلونة. قلت له أنا مستغرب، مصاص الدماء؟ هو في حد بيمص الدم زي الأفلام وكده يا عم فكري ولا إيه؟ بص يا ابني، هقول لك حاجة الأول، إنك تشرب الدم ده أخطر حاجة، لأن أنت هيجيلك تسمم من كتر كمية الحديد اللي هتخش جسمك، ده غير طبعا العناصر السامة اللي موجودة فيه اللي أولها غاز ثاني أكسيد الكربون. فشرب الدم بكميات كبيرة يجيب لك تسمم. أما بقى اللي معانا اسمها أنريكتا مارتي، اتولدت سنة 1868 في أواخر القرن ال19. سافرت وراحت على برشلونة في أسبانيا عشان تشتغل هناك، بس ساعتها الشغل هناك كان معدوم، والحالة هناك كانت فقر وضيعة غير برشلونة اللي موجودة دلوقتي أكيد يعني. فما لقيتش ولا شغل ولا أي بيت تبات فيه، فاشتغلت في السكة الشمال وباعت نفسها عشان تبات ليلة مثلا في بيت زبون ولا حد يعطف عليها ويديها لقمة عيش. لكن هي يا ابني كان عندها ذكاء في شغلها، من كتر ما اتعودت تشتغل في الحاجات دي عرفت ان الأغنياء عندهم استعداد يدفعوا مبالغ كتيرة جدا بس يحققوا رغباتهم الشاذة. بان عليها الاستغراب وسألته شاذة ازاي يا عم فكري؟ ممكن حد فيهم يعني رغبته مش في الستات، لا ده تبقى رغبته في الأطفال مثلا. قلت له أنا ببرق يعني اللي أنا فاهمه ده صح؟ قال لي وهو بيهز دماغه بالإجابة أيوة هو ده. فأنريكتا يا ابني كانت بتقدر توفر الأطفال دول، وما كانش حد عارف هي بتجيبهم منين ولا ازاي، وكان عادي عندهم يعملوا كده مع طفل غريب يكون مثلا عيان بمرض معدي ولا حاجة. الناس دول كده مش مهم عندهم الطفل ده فيه ايه، يا رب يكون هيموت كمان شوية، ده مش مهم، المهم رغبتي ومزاجي وبس. ومحدش كان بيكتشف اللي كانت بتعمله يا عم فكري؟ ولا الشرطة كانت بتكون فين في الوقت ده؟ يا واد اتقل شوية، اتقل على الرز يستوي، أنا جايلك في الكلام أهو. سنة 1909 الشرطة حاصرت شقتها
ودخلوا الشقة ولقوا فيها أطفال من سن 15 ل 10 سنين واتقبض عليها. وبالرغم من إنها اتقبض عليها متلبسة إلا إنها خرجت وخدت براءة بسبب سلطة الناس الأغنياء اللي كانوا بيستفيدوا منها. والموضوع منتهاش على كده. قبل كده وفي القرون اللي فاتت كان في معتقد هو إن دم الأطفال لما بيتخلط معاه حاجات معينة بيقدروا يصنعوا منه حاجة اسمها إكسير الحب، وده حاجة زي الخمرة كده أو مشروب كحولي يعني. لما الإنسان بيشربه بيحس إن هو قادر جسديا. بص، هو حاجة زي الفياجرا كده بس للرجال أو للستات زي بعض. ومن الشحوم بتاعت الأطفال دي بيقدروا يحضروا زيت بيدهنوه على جلد البني آدم، وده بيتقال إن هو بيرجع الجلد لشبابه. في الوقت ده كانت الستات الأغنياء بيهتموا بالموضوع ده قوي، فأنريكتا بدأت إنها تخطف الأطفال عشان تبيع بقى دمهم وشحمهم. وكانت يا ابني بتتنكر في لبس متشردين وتقعد قدام الكنيسة أو أي جمعية خيرية وتفضل تراقب الأطفال اليتامى والمشردين، وبتخطف الأطفال اللي عمرهم ما بين من 3 سنين ل 15 سنة. وبالليل بقى يا ابني تلبس أحسن لبس عندها وتروح حفلات الأوبرا عشان تتعرف على الأغنياء اللي هناك وتبدأ توفر لهم اللي هم محتاجينه، وتروح للستات وتبدأ توفر لهم الإكسير ده برضه، وكل ده بمقابل الفلوس والحماية طبعا. قطعته وقلت له: هو يا عم فكري محدش قادر يوقفها خالص، مفيش حد قادر على الناس دي. ما انت لو تصبر، سنة 1912 أنريكتا خطفت بنت وكان عندها 15 سنة. أنريكتا خطفتها وهي كانت بتلعب قدام بيتها، خدتها وحبستها في أوضة مع بنت كمان. فالبنتين قعدوا يتكلموا مع بعض، وبدأت البنت التانية تحكي إن هما هيتقتلوا على إيد الست دي، وإن هي كانت واقفة معاها في المطبخ وشافتها وهي بتقتل ولد وقطعته الأجزاء وحطته في أطباق وحاجات لحفظ الجثث. فالاتنين عرفوا إن كلها أيام وهما الاتنين يتكلوا على الله. ولكن الأقدار، كان في ست في العمارة التانية وشافت واحدة من البنتين واقفة وبتبص على الإزاز اللي في الشارع بحزن. فالست دي عارفة كل أطفال الشارع بتاعها، والبنت دي كانت أول مرة تشوفها، وكمان مواصفاتها كانت زي المواصفات اللي نشرتها الشرطة على الأطفال المفقودين. فده خلاها تكلم الشرطة، وتتفاجأ أنريكتا إن في 2 من الشرطة واقفين قدام باب بيتها، ولما دخلوا وشافوا البنتين سألوها عنها. قالت وهي بتتلجج إن واحدة بنتها والتانية كانت تايهة في الشارع وهي صعبت عليها، فخدتها تقعد معاها في بيتها. طبعا بسبب الخوف والقلق اللي كانوا في عينين أنريكتا الشرطة ما صدقتش كلامها، وبدأوا يفتشوا في البيت وشافوا يا ابني العجب في الشقة، بقايا لحم بشري موجودة وهدوم متوسخة لطفلة وعليها دم. ودخلوا أوضة من الأوض سموها أوضة ملك الموت. ريحة الموت كانت في كل مكان، دم على الأرض وبقايا عظم. وطبعا خدوها وبدأت تعترف بكل حاجة، واعترفت بمكان اتخبي فيه الجثث غير الشقة، والمكان ده موجود في منطقة مهجورة وتحت الأرض. ولما الحكومة راحت هناك شافت قد اللي شافته في البيت أضعاف، وكان في دفتر مكتوب فيه أسامي الناس الأغنياء وعناوينهم. طبعا الدفتر اتاخد ومحدش عارف راح فين. وبالنسبة لأنريكتا فالست خدت حكم السجن مدى الحياة، والناس صلعت عليها لقب مصاص الدماء برشلونة، وماتت في السجن بعد ما اتاكلت علقة من المساجين اللي هناك. مش قلتلك اتقل للآخر؟ مين بقى الشيطان في وجهة نظرك؟ لا عم فكري هما كلهم أسوأ من بعض، بس الأخيرة دي تاخد المرتبة الأولى. ومصر بقى يا عم فكري هي فيها زي كده؟ ما مش قوي، بس اللي فاكره كانت جريمة حصلت في سوريا في ريف دمشق. كان في يا ابني واحد اسمه محمد ناصر. محمد يا ابني كان شاب كويس وكان عنده مصنع ورثه من أبوه، وكان حاله ماشي والدنيا تمام، لحد يا ابني ما خطب بنت اسمها أمنة. اللي عرفناه إن أمنة دي كانت شغالة في المصنع، وهو حبها وهي حبته، ودخل الشاب البيت من بابه وخطبها. والخطوبة قعدت شهر وشهرين، لحد ما في مرة يا ابني كنا شامين ريحة وحشة قوي جاية من بيت محمد ده، والناس يا ابني فضلت تخبط على شقة الراجل وحسوا إن في حاجة مش مظبوطة، لحد ما الشرطة اقتحمت الشقة ولقوا جثة الراجل وجنبيه سكينة مليانة دم.
ولما جابوا خطيبته آمنة انهارت في العياط وقعدت تحضن فيه كتير. وهنا الشرطة شكت إن في حاجة. وبعدها يا ابني مشورة في الأقسام وبدأوا يجمعوا شهود إن آخر حاجة شافوها هي إن آمنة هي آخر واحدة دخلت الشقة وخرجت، ومن بعدها ما شافوش محمد تاني. اعترفت آمنة إن هي ومحمد حصل بينهم تجاوزات وعلاقة غير شرعية في فترة الخطوبة، وهو كان بيوعدها بالجواز بس كان بيطول في المدة لحد ما قالت له إنها زهقت وإنها مش هتستحمل كل ده. فقام بعت لها على تليفونها فيديو وهي معاه في الأوضة، أتاري كان مصورها من غير ما تعرف. فآمنة اتعصبت وخدت بنت عمها منى وراحت على بيته وقتلوه. وده درس يعرفنا إن اللي بيحصل في فترة الخطوبة ما يرضيش ربنا، وإن الخطوبة هو وعد بالجواز بدل القرف اللي احنا بنسمعه وبنشوفه. ايه خلاص كده ولا ايه؟ عشان ما يبقاش المقال طويل والناس تمل منه. خلاص تمام، هستأذنك انا اروح اكتبه بقى. ها روح اكتبه وتعالى عشان انا جايب اكل وناكل مع بعض. ماشي، يعني الاتنين يا عم فكري.